في فيديو النهارده هنعمل كوكيز مونديال او بسكوت كأس العالم الترند الجديد. مش مجرد ترند شكله حلو بس، وكمان طعمه حلو قوي ومبهر بجد، وكل الولاد هيحبوه، وكمان ما بياخدش وقت ولا ادوات كتير. يلا بينا نبدا، بس لسه مشتركش في القناه يا ريت يشترك ولايك وشير لو عجب الفيديو. محتاجين 200 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه، و100 جرام سكر بودر اللي هو حوالي كوبايه الا ربع، واقلبهم كويس جدا لحد ما يدوب. 200 بيض بدرجه حراره الغرفه، وكيسين فانيليا، ولو حجم البيض عندكم كبير شويه ممكن تستخدموا بيضه واحده بس، وبقلبهم زي ما انتم شايفين كده لحد ما يندمجوا. بعد كده بنزل بالدقيق اللي هو حوالي كوبايتين ونص دقيق، ورشه ملح، ومعلقتين كبار نشا، معلقه بيكنج باودر، ومعلقه او ربع معلقه بيكربونات الصودا اللي هي بتاعه الطعميه دي. وبعد كده بقلبهم بسباتيولا، وما تبالغوش في العجن، هي بتتلم على طول مش بتحتاج عجن يعني. وبعد كده بقسم العجينه نصين، نص هسيبه ساده كده، والنص التاني هعمله بالشوكولاته، هحط فيه معلقه كبيره كاكاو خام. وبعد كده بعجنهم كويس جدا لحد ما الكاكاو يختفي. وبعد كده بسيب العجينه ترتاح في التلاجة نص ساعه. متنسوش تغطوها بكيس نايلون ولا حاجه علشان ما تنشفش في التلاجة. وبعد نص ساعه انا بطلع العجينه بتاعتي وابدا بقى ايه اشكلها. في المرحله دي بقى تقدروا تستعينوا بالولاد يساعدوكوا يعني. بعد كده بقطعها زي ما انتم شايفين كده، وبكورهم كور صغيره زي ما انتم شايفين كده، كور صغيره كده بحجم البندقيه كده. انا عايزه اقول لكم من ألذ المراحل هي المرحله دي اللي هي التكوير دي. الولاد بيساعدوكوا وبتنجزوا بسرعه جدا، بس بعد كده يعني نصيحه مني ما تشاركوش ولادكم بقى المرحله اللي جايه اللي هي التشكيل ديت، لان هما بيتخانقوا وبقى عايزين يعملوا بقى اشكال تانية. وبعد كده بشكلها زي ما انتم شايفين كده. ونصيحه مني لما تيجي تفردوا العجينه تحط على وشها كيس نايلون او حاجه، علشان لما تيجي تحطوا طبق تفردوا بيه او النشابه ما تلزقش معاكم. بعد كده بحطها في فرن حراره في الرف اللي في النص في درجه حراره متوسطه لمده 10 دقائق ربع ساعه بالكتير. وبعد كده قولوا لي بقى على يعني حكايه طعمها حكايه وريحتها برضو حكايه. يا رب وصفه النهارده تعجبكم، ومع السلامه.